وانا بتفرج على مسلسل 220 يوم، عارف ليه افتكرت مسلسل ازمة منتصف العمر؟ الاتنين فيهم كريم فهمي، والاتنين نزلوا اوف سيزون، والاتنين اخراج كريم العدل، والاتنين انتاج شاهد. ربنا يستر 220 يوم ما يبقاش فيه بقى افكار لا مؤاخذة. مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، ميرا دياب، جمال عبد الناصر، محسن محي الدين، تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر وسمر بهجة، واخراج كريم العدل. نبدأ بالقصة. المسلسل بيحكي قصة احمد الروائي المشهور اللي ليه روايات ناجحة ومتجوز من مريم وعلاقتهم مستقرة. بيجيله عرض من احدى المنتجين حول الرواية بتاعته لعمل فن، بعدها بيحس بالتعب، بيروح يكشف، بيكتشف ان عنده ورم لازم يتشال. هو مش عارف ده ورم خبيث ولا ورم حميد. في نفس اليوم ده بيكتشف ان مراته اللي بقالهم كتير مفيش انجاب حامل، قدامها 220 يوم على ما تولد البيبي وهو يبقى اب. يبتدي يكتب روايته 220 يوم وبيقرر انه يخبي المرض ده عن كل اللي حواليه. القصه دي تحسها شبه قصه فيلم اين عمري بتاع هاني سلامه ومنى شلبي ونيلي كريم. ودي اول ملحوظه على المسلسل. دخلت الاعلان بس انا قلت يمكن انا بافور في الاعلان، لكن لما ابتديت اشوف الحلقات تحديدا اول 3 حلقات نزلوا حسيت بشبه كبير جدا من فيلم هاني سلامه. بصراحه هاني سلامه ومنى شلبي ونيلي كريم كانوا عاملين اداء حلو جدا. حاسس ان المقارنه هتظلم المسلسل، على الرغم من وجود تشابهات زي ان هو اتصاب بمرض هيخبي على مراته وقد يكون هيبعد عنها او بيبتدي ما يبقاش قريب منها قوي، ده متشابه. لكن في خطوط تانية لسه انا مش شايفها، فقد يكون المسلسل بدايته بس اللي شبه الفيلم وبعد كده هيختلف. ده بقى هنشوفه في باقي الحلقات. اكتر حاجه لفتتني في المسلسل ده الاداء التمثيلي الحلو، وتحديدا علي الطيب في دور كرم. عامل شخصيه حلوه جدا. هو طالع بيغير من قريبه اللي هو كريم فهمي، وهو زمان كان وزنه زايد شويه فده مضايقه ومأثر عليه. باين انه عصبي ونرفه كويس. اعتقد دي اول مره اشوف علي الطيب بيمثل شخصيه تشدك كده، بتحس ان هي معبيه وجواها حاجات من الناس اللي حواليها، فتبقى عايز تعرف الراجل ده هيقول ايه. من الشخصيات برضو اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي صبا مبارك في دور مريم. هنا عامله شخصيه حماسيه كده وطالعه اهلاويه وبتشجع ودمها خفيف ومحركه، مديه جو هايبر كده للمسلسل، على عكس شخصيه كريم فهمي. فانا مصدق ان هما الاثنين لايقين على بعض كاتنين يتجوزوا. خليني اقول ان كريم فهمي برضو اداؤه كويس، وانا بحب في كريم فهمي ان هو اداؤه هادي، يعني مش من الممثلين اللي بيزعقوا او صوته بيعلو، حتى لما بينفعل هو ملامحه هاديه. بس للامانه لحد دلوقتي مش شايف ان مثلا اداؤه اعلى بكتير من حاجات عملها قبل كده زي ازمه منتصف العمر. بس خليني ارجع اقول انه مثلا من اكتر المشاهد اللي عجبتني وكان اداؤه فيها حلو لما رجع بيت ومراته بتقول له هتبقى اب وهو لسه مكتشف ان هو عنده ورم. عينيه كانت معبره جدا، خصوصا ان هو ما كانش عنده كلام كتير، فعينيه كانت بتعبر بشكل حلو قوي. ميرا دياب يمكن انا مش عارفها، لما دورت لقيت ان هي عملت ادوار قبل كده، انا كنت فاكرها وجه جديد. في دور عاليه عاملاه حلو قوي، وفي مشاهد بينها وبين علي الطيب حلوه جدا. وخليني اقول ان انا يمكن احبها لان هي اكتر اللاين بتاع علي الطيب وشخصيه علي الطيب عجباني، يعني حتى المشاهد اللي بينه وبين كريم فهمي بالنسبه لي مشاهد مميزه جدا. من اكتر بقى الملحوظات اللي على المسلسل ان في حاجات مش مبرره ومش فاهم هي محطوطه ليه. كريم العدل عمل ازمه منتصف العمر وكان في لاين ما كانش عاجبني اخلاقيا. هنا حاسس ان اللاين ده احنا رايحين له برضه، يعني مثلا زي انك مطلع البطل بيشرب، وانا فاهم ان انت مطلعه بيشرب علشان يهلفط بالكلام ويضايق كرم ويفكروا ان هو زمان كان مليان. ده مش طبيعه المجتمع المصري. زائد انه يقرر ان انا لو جالي ابن هسميه عيسى علشان يبقى عيسى ابن مريم. هي ما فيهاش حاجه، بس الجانب الديني ده ايه لازمته في قصه المفروض انها قصه رومانسيه؟ يعني دي كلمه ليها هدفها بس انك تستفز الناس او نطلع ترند. من العيوب اللي في المسلسل ودي بانت قوي في اول 3 حلقات، الاحداث ممله ومتوقعه. مش قوي يعني، انت مش طول الحلقه انت قاعد زهقان، بس الموضوع مش رتمه سريع وانا قادر اتوقع. يعني مثلا في حلقه نهينا ان هو ومراته عملوا حادثه، انا كنت متوقع ان انا هفتح الحلقه اللي بعدها هلاقي انها طلعت منها تمام والحمل سليم ومفيش اي مشاكل. زي فكره ان مراته بما ان هو مخبي عليها ان هو عنده مرض، وبتلاحظ كل شويه بيجي له تليفون من الدكتوره يقفل بسرعه، فهي بتشك ان هو بيخونها. حاسس ان ده شيء متوقع ومش منطقي على شخصيتهم، لان هما الاثنين اللي فهمته في اول مسلسل علاقتهم ببعض كويسه، بيحبوا بعض، هو بيخبيش عنها حاجه، فمش منطقي ان اول حاجه تيجي في دماغها ان هو يعرف واحده تانية عليها. ومن افضل الحاجات اللي في المسلسل الهيستوري اللي معمول لبعض الشخصيات. يعني شخصيه احمد اللي بيأديها كريم فهمي، ان هو والده توفى وهو صغير، ولما بدأ يكبر ما بقاش عارف والده، ده بيعرف عن والده من الحاجات اللي بيسمعها من الناس، فبالتالي ده خلاه خايف ان ابنه او بنته لما يجوا ممكن يفقدوا ابوهم ويعيش نفس اللي هو عايش. عشان كده قرر يكتب الروايه اللي بيحكي لابنه او لبنته هو كان مين والناس اللي حواليه مين. فدي لطيف. نفس القصه الهيستوري اللي قلناه على شخصيه كرم اللي هو علي الطيب، هو كان عنده مشاكل زمان، امه كانت بتفضل كريم فهمي عليه فده مخليه مشحون. يعني دول اكتر اتنين التاريخ بتاعهم مخليني عايز اعرف هم هيقدموا
هيقدموا ايه في الحلقات الجايه. وبمناسبه الحلقات دي في حد ذاتها عددها عيب، هو 15 حلقه، فلو احنا ماشيين بالريتم البطيء ده طب ما كان ممكن نسرع ونخلي الحلقات 8 حلقات او 6 حلقات او 10 حلقات. يمكن كمان 15 حلقه بقى رقم كبير، يعني دلوقتي دايما 8 حلقات 6 حلقات ده بقى اسرع وانجز، لكن بالريتم ده 15 حلقه مفيش حاجه هتخليني اقعد اتفرج الا لو انا بعشق الشحتفه والعياط او لو انا بنت وبكرش على كريم فهمي. ودلوقتي جينا لمرحله تقييم المسلسل. يا ترى ندي المسلسل ده كام من 10؟ لا ده مسلسل رومانسي هادي لطيف عسول، فاحنا نديله قلب مكسور. كريم فهمي ممثل شاطر، بس مشكلته ان هو وقع في فخ النمطيه، بيقدم نفس الانماط اللي هي تحديدا الرومانسيه الهاديه الحالمه، ده هتشوفه بقى في كل اعماله تقريبا، بالذات اخر كام سنه. المسلسل ده 220 يوم، في مسلسل ازمه منتصف العمر، مسلسل وتقابل حبيب، مسلسل ونحب تاني ليه، فيلم انا لحبيبي. ان معظم اعماله اخر كام سنه هي تدي بس رومانسيه، وانا متفاهم ان هو وسيم وشكله جان فدي المنطقه بتاعته، بس ممكن ننوع، خصوصا ان هو قبل الفتره دي كان بيعمل افلام فيها لاين كوميدي، او يعني يمكن مش اعظم كوميديا في الدنيا بس كان بيجتهد وبيعمل كوميديا في افات لطيفه، افات مش الطف حاجه. فنفسي ان هو يغير، حتى لو انت جربت نفسك في الكوميديا ما لقيتش نفسك قادر تنافس في الكوميديا فرحت للرومانسي، ودي منطقتك حلو جدا، بس حاول تخرج منها بقى، يعني روح اعمل حاجه تانية كوميدي تاني، اعمل حاجه فيها سسبنس، اعمل حاجه فيها اكشن، وارجع تاني لمنطقتك اللي بتميزك، ده مش عيب خالص، بس ما يبقاش كل عمل ليه كفيلم او كمسلسل هو مجرد سهتانه. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر فيلم او مسلسل لكريم فهمي بطولته طبعا او يعني بطولته او بطوله مشتركه تحبوا ان احنا نتكلم عنه هنا في القناه؟ لو عجبكم اكتبوا لنا بقى في الكومنتات، وانا بعتذر ان احنا بنقرا الكومنتات ما بنردش عليها، بس التعليقات بتوصل لنا، بنحاول نظبط ده بقى في الحلقات اللي جايه، لان احنا بننزل حلقات مش كل يوم. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هتبقى عارف انك لما ترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، السلسله اللي احنا شغالين فيها مؤخرا تقييمات لافلام او مسلسلات سواء جديده لسه نازله، قديمه، او حاجات نازله من كام شهر، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل عربي واجنبي. وفي سلسله تانية ملخصات لافلام ومسلسلات عربي انجليزي اجنبي صيني قديم جديد، بنلخص لك الاحداث. لو معاك وقت وجهد وباقه وطاقه ونفسيه في الجو الحر ده ابقى خش اتفرج وخد لك لفه. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح ابعته. وتبعته ازاي؟ انك تكتب لنا في الكومنتات، زي ما بقول لكم هنقرا الكومنتات حتى لو ما ردتش عليها هي بتبقى عندنا، بناخد بالنا مثلا في فيلم كذا في مسلسل كذا، وفي حاجات انتوا بتكتبوها لنا يمكن بنأجلها شويه لان بنحس ان دي مش انسب حاجه تتعمل دلوقتي، بس اغلب اللي انتوا بتكتبوه هيتعمل مع الوقت ان شاء الله. فاحنا مع بعضينا بقى. نختم دلوقتي بالكلمه اللطيفه اللذوذه العسوله اللي انا ما بحبهاش بس مضطر اقولها، كلمه ايه؟ غورة.